السلام عليكم، إن شاء الله تكونوا كامل ملاح. قبل ما نبداو كالعادة صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. اليوم جبت لكم وصفة الشربة فريك مع وصفة تاع البوراك اللي نعتمدها أنا دائما في رمضان. راح نشارك معكم هذه الوصفة الرائعة، إن شاء الله تنال إعجابكم، وإن شاء الله يا ربي يلقانا رمضان بخير وعلى خير. نروح نشوفوا المقادير طريقة التحضير. نروح نبداو بسم الله. نجيب هنايا القدرة تاع الفخار، ندير فيها ملعقة تاع الزبدة، نزيد ايضا شويه تاع الزيت. انا درتها تسخن، يعني كيما على بالنا القدرة تاع الفخار تعطل شويه باش تسخن. نزيد قطع اللحم ولا الدجاج، يعني استعملوا اللي حبيتو، الدجاج او اللحم. نخليهم يتقلاو ونروح من جهه واحده اخرى نوجد البصل تاعي نطحنو، يعني طحنته هكذا شويه خشين، ما يكونش رقيق بزاف. بعد ما تقلى اللحم تاعي نضيف له البصل ونزيد نحمسو. عندي ايضا ربطة تاع الحشيشة مع النعناع، عندي حبة تاع طماطم هنايا طحنتها، قشرتها وطحنتها. عندي حبة تاع البطاطا، يعني انا ما نديرش بزاف الخضرة، زوج حبات تاع زرودية. وتزيدوا الكورجيت اذا كانت متوفرة. نزيد ملعقة تاع طماطم مصبرة ونمرق بالماء سخون. يعني نمرق على جهه، ما نخلي ماشي ما نمرقش بشويه. هنايا نضيف الملح، راس الحانوت، يعني انايا ماشي راس الحانوت عفوا، هادو توابل تاع شوربه. عندي ملعقه تاع قزبر وفلفل كحل، فلفل احمر ولا عكري. من جهه واحده اخرى نروح نوجد ونغلق على القدا تاعي نخليها طيب. من جهه واحده اخرى نروح نوجدوا البولاك تاعنا. هنايا درت شويه تاع البصل يتحمس يتقلى، نزيد عليه صدر تاع الدجاج. هنايا بعد ما غلت لي المرقه تاعي نضيف الفريك. كاين هنا اللي يحب الفيرميسال يخليه حتى طيب الشوربه ولا طيب الخضره تاعو يطحنها ويضيف الفيرميسال تاعو ويطفي عليها. هنايا نروح نطحن الخضره، نطحن كامل الخضره ونعاود نرجعها للشوربه. هنايا طحنتها ورجعتها. نعاود نولي للحشوه تاع البولاك تاعي. انا نسيت ما ضفت لهاش الملح مع فلفل الكحل، راح نضيفها معاكم. يعني نضيف لها غير شويه تاع فلفل الكحل وشويه تاع الملح. هنايا نجيب زوج حبات تاع بطاطا كنت درتهم مغلا ونسيت ما وريت لكمش مع الشوربه. نجيب قطع تاع الفرماج، يعني ديروا فرماج اللي حبيتو، انا استعملت هذا تاع القطع. هذه يعني الحشوه المستعمله عندي ولا المعتمده عندي في رمضان، يعني حشوه رائعه وما نبدلهاش يعني ابدا. كاينه نزيد معاها راس تاع فلفل طرشي، ونزيد معاها زيتون كاسي. وكاينه وين ما نزيدش، يعني اذا كان متوفر نزيدهم، الا كانوا ماشي متوفرين ما نزيدهمش. نضيفوا ايضا معدنوس. كما بالنسبه للفرماج تقدروا تضيفوه مع الاول، وتقدروا تضيفوه مع كي تكونوا رايحين تعملوا الحشو البولاك تاعكم عفوا. هنا نولي الشربة تاعي بعد ما وجدت البولاك، يعني وجدت الحشوه تاع البولاك، نولي الشربة تاعي يعني راح نطفي عليها، نضيف لها قرن تاع فلفل حار وشويه تاع فلفل الكحل و حشيشه شوربه ونطفي عليها. دوك هكذا وجدت لي الشوربه، نعاود نولي للبولاك نعمرو ونقليه. هنايا جبت البولاك تاعي قسمته على 2، يعني كل واحد كيما يحب. كاين اللي يحب يدير الورقه كامل، كاين اللي يحب يدير نص ورقه، انا ندير نص ورقه. هنايا نعمر البولاك تاعي ونضيف له القليل من الفرماج. كما قلت لكم انا الفرماج هنا درت له في الحشو، تحبوا ما تزيدوش ما تزيدوش. شوفوا كيفاش نعلقها بهذه الطريقه. نكمل نعمر كامل البولاك تاعي ونروحو نقليوه كيف كيف. هنا درت الزيت تاعي تسخن وبديت نقلي البولاك. هنا لازم تكون الزيت سخونه باش ما يتشربناش الزيت.
ما ديروش البولاك تاعكم يتقلى والزيت مازال ما سخنت، باسكو هكذاك راح يشرب لكم الزيت ويجي يقهن. بعد ما تقلى لي البولاك تاعي نروح نحط معاكم الشوربه. تشوفوا كيفاش جات خضراء ما شاء الله. شهيتكم بالجنه ونقول لكم رمضان كريم ولا رمضان مبارك ان شاء الله. ان شاء الله يلقاكم لا فاقدين ولا مفقودين يا رب العالمين. في الأخير هذا هو الشوربة تاعي مع البولاك، إن شاء الله تنال إعجابكم، إن شاء الله الوصفة تاع اليوم تعجبكم. في الأخير ما بقى لي غير نقول لكم ما تنسونيش باللايك والاشتراك مع تفعيل الجرس باش يوصلكم كل شيء جديد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.